هاي، اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة مختلف شوية، يعتبر فيديو جديد عندي في القناة وهو اول فيديو. حاجة كده اكسكلوزيف اول مرة تتعرض، فيا رب تحبوها مني وبشارككم كل الحاجات اللي انا بتعلمها، علشان برضو في الفيديوهات بنشطكم وبحب اديكم مهام وتريكس حاجات كده تخرجكم من جو التسويف والكسل لجو الإنتاجية والحماس. ففيديو النهاردة هنتكلم عن تخطيط شهر 5. في آخر الشهر إن شاء الله هشوف أنا عملت معاكم المهام دي ولا لأ. هو في العادي أنا بعمل كل المهام وممكن أزود كمان عليها مهام زيادة، لأني بخلصها وبقعد فاضية، فبحط لنفسي مهام جديدة في مثلا منتصف الشهر أو حتى 3/4 الشهر. فآخر الشهر نشوف كده احنا عملنا ايه ونراجع، وفي نفس الوقت نحط مهام لشهر 6 وخطط جديدة. طبعا الخطط لازم تبقى أول الشهر، آخر شهر 4، فنبتدي في أول شهر 5 كده بحماس وهمة ونشاط. التبس دي اللي احنا هنحطها أو التريكس المهام دي هتخلينا في شهر آخر شهر 5 حاسين بالإنتاجية والحماس. لو طبعا بتشتغلوا ما تحطوش مهام كبيرة وكتيرة، عشان لو ما قدرتوش تنفذوها ما تحسوش ان انتوا اخر الشهر عملتوا حاجة غلط، لكن حطوا مهام بسيطة عشان تحسوا بالإنتاجية كده وبالفخر. في البداية بس خليني اوريكم ان انا عملت الشهر، رسمت له رسمة هحطها لكم هنا. شهر مايو طبعا عملت الكلمة بالانجليزي فوق واي شهر مايو، واي رمز خفيف كده يدل ان احنا داخلين على شهر 5. حطيت ورق شجر شوية وتهسقات علشان بداية الربيع وبداية الاجواء الربيعية. وعملت في الجزء التاني بتاع الورقة حطه لكم هنا. طبعا البلاننج شهر 5 هيبتدي من يوم الجمعة، هيبقى 1/5. شهر 30، شهر 30 يوم، 30 يوم في الشهر، فمش هيبقى 31 ولا هيبقى 28، فهنحط مهام تناسب الشهر. طبعا في الشهور اللي بتبقى 28 او في الشهر اللي مثلا ممكن يبقى 31 بنزود مهمة او بنقلل علشان استيعاب وقدرة استيعاب الشهر، وقدرة استيعابي انا طيلة الشهر. يلا بينا نبتدي في الشرح التودو ليست بتاعتنا بتاعة الشهر كله او المهام يعني خلال الشهر. اول آم اول مهمة هنبتدي بيها، او يعني مثلا ممكن تبتدوا اي مهمة، مش مهم تبتدوا بحاجة معينة، مش حاطلكوا ترتيب gradually كده او عشوائيا تقدروا ان انتوا تنفذوا اللي انتوا عاوزينه، بس المهم اخر الشهر يبقى فيه تنفيذ فعلي وحقيقي واستفادة من كل الامور دي. اول مهمة نتكلم فيها وهي دكتورة رضوى جلال، الزواج والأنوثة. أنا كنت شفت لها فيديو في شهر تقريبا 3، والفيديو كان تحفة، بودكاست كان تحفة. فحابة من وجهة نظري أنا أعرف وجهة نظرها في حاجات كتير قوي، فحطيت البودكاست ده نشوف. تاني ستيب او مهمات على مدار الشهر دي طبعا هتبقى مهمة تنفذ خلال الشهر، اليوجا هو او الاسترتشنج بتاع البودي شيب كله. فحابة احط يعني حاجة ليها علاقة بالرياضة، بس طبعا مش عايزة اعمل رياضة، فحطينا اليوجا او الاسترتشنج بتاع التمدد. فلو ما كانش يوجا هيبقى استرتشنج، المهم ان هو يعني حاجة فيها حركة. البوينت رقم 3 وهي ترجمة أغنية إنجليزية. في البداية أنا كنت اللغة بتاعتي الإنجليزية كانت كويسة، بس كنت حابة أطورها لأن المدرس بتاع الإنجليزي بتاعي كان يعتبر هو اللي حببني في الإنجليزي. فأنا حابة بعد ما خلصت المسيرة التعليمية أقعد مع نفسي أكرر كلمات إنجليزية وأكرر أغاني وأعمل كده حاجات كتير في الإنجليزي، أطور يعني نفسي في هذه اللغة. فحابة أن أترجم أغنية إنجليزية، أنا ترجمت طبعا
من الشهور اللي فاتت كذا مرة، فممكن كمان انا حاطة اغنية واحدة، فانا ممكن اعمل 2 او اعمل 3، فدي هتبقى سايباها مفتوحة مش حاطة فيها حاجة معينة، مش حاطة فيها رقم معين، يعني مش فرضة شيء، ولكن سايباها مفتوحة. البوينت رقم 3 قراءة كتاب، وبرضو سايبة الكتاب مفتوح ايا كان الكتاب اللي هقرأه، بس انا عملت تحديد للكتاب اوريدي، وهو قراءة كتاب صاحب الظل الطويل، فانا هقرأ كتاب صاحب الظل الطويل في الشهر ده، في شهر 5 تقريبا. المهمة رقم 5، 1 2 3 4 5 تقريبا، لدكتورة برضو، بما اننا يعني ابتدينا اول البودكاست بدكتورة رضوى الزواج والأنوثة، حابة ان انا ازود معلومات ليها علاقة برضو بالأنوثة اكتر، كيف تكون الأنثى أنثى، نتعلم الاتيكيت، نتعلم فن الرقي، نتعلم فن الكلام. طبعا علشان انا بشتغل حطيت 5 مهام بس لهذا الشهر، انتوا لو ما بتشتغلوش طبعا ياريت تضيفوا مهام اكتر للشهر، وتزينوا اكتر لو حابين التزيين بتاعكم يبقى اقوى من كده. ده التزيين اللي انا قدرت عليه. هحطلكوا تاني التزيين هنا بتاع الشهر مايو، والبلاننج بتاع الشهر، الكالندر بتاعت الشهر هحطها هنا. لو حابين توروني التخطيط بتاعكم او البلاننج بتاع شهر 5، بليز وروني، هسيبلكوا حسابي بتاع الانستجرام في صندوق الوصف، بليز خشوا و اعملولي فولو، وابعتولي، عاوزة اشوف الصور والرسومات بتاعتكم بتاعت التخطيط بتاع شهر 5 عموما. لو حبيتوا التخطيط ده بليز قولولي في الكومنتات. لحد هنا الفيديو خلص، اشوفكم فيديو جديد، مع السلامة.